السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن طريقة عمل الكنافة. عجينة الكنافة بجد العجينة تحفة وسمكها رقيق جدا زي اللي بتشتري بالظبط. كنافة آلي يعني ما هيش بلدي، ودي بتبقى اغلى من البلدي كمان. النهاردة بقى هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن طريقة العمل العجينة صح وبقوام مظبوط من غير ما يكلكع منك. وقبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا معايا كوباية دقيق، كوباية مية، ونص كوباية نشا، و3 معالق زيت موجودين في كل بيت. هتستخدمي معاك الخلاط، الكبة، الهاند بلندر، شوفي انتي متوفر عندك ايه، بس يستحسن ان احنا نستخدم الخلاط علشان القوام بتاعه يبقى مظبوط. هنا ضفنا اول حاجة المية، عليها الدقيق، عليها نص كوباية النشا، عليها 3 معالق زيت، وهنضربهم كويس اوي في الخلاط. هنا انا ضربته ضربتين، وايه في دقيق لسه ايه ثابت كده على الخلاط من بره، فجبت معلقة ونزلت الدقيق في المكونات عشان اتأكد ان القوام بتاعي مظبوط ومفيش حاجة ما اختلطتش مع بعضها، ولا بتضاف خميرة ولا بيكربوناتو. هو مفيش اكتر من المية والدقيق والنشا و3 معالق زيت. هنضربهم بسرعة مع بعض. هنا كنت انا ضربت المكونات، ما خدتش منك دقيقتين وانت واقفه. القوام بتاعها بقى يا حبيب قلبي زي ما احنا عارفين سايل، زي ما انتم شايفين في الفيديو، نفس قوام القطايف. اللي متفرجش على الفيديو بتاع طريقة عمل عجينة القطايف يتفرج عليه، بس هو نفس القوام بالظبط. حاجة كده بجد تحفة، هنجربوها ان شاء الله وهتدعولي. هنا معانا بقى ازازة وغطا. الغطا بتاعها هتجيبي دبوس هتخرمي او هتخليه فيه فتحات صغيرة كده على سمك الدبوس. يعني احنا مش عايزين حاجة تخينة قوي علشان الكنافة بتاعتي تبقى رقيقة زي الجاهزة بالظبط. هنا انا كنت بجربها هون في الخلاط، بس الصراحة انا جربت اللي انا كنت عاملاه منفعش معايا. يعني مش من اول مرة هتظبط معاك، انت هتجربي لحد ما سمك الكنافة بتاعك يظبط معاك. هنا انا كنت بجيب الدبوس اسخنه واحطه على الغطا يسيح مكانه كده، يعني يعمل فتحة مكانه. هوريها لكم اخر مخلص. وما تعمليش فتحات كتير لان هتشبك مع بعضها ومش هتدي شكل ولا قوام مظبوط. هنا انا عملت 10 فتحات بس في قلب الغطا زي ما انتم شايفين، او 6 كمان. ما كترتش لان انا كترتهم في الاول ما نفعوش معايا، بقوا يتجمعوا في نقطة واحدة. هنا معانا طاسة على النار، وهنعلي اول النار نسخن الطاسة، وبعد كده هنهدي خالص وهننزل بالكنافة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. اول ما بتشمع بتبدأ بقى تشيل من الطاسة، يعني تبدأ تفرق عن الطاسة كده. هنلمها وهنجهز طبق معاكي وفوطة نفس القطايف برضو، واللي هيطلع هنغطيه ونخمره عشان تبقى طرية معاكي ملمة. هنا بقى على ما ايدك هتاخد على الطاسة، مش من اول مرة هتظبط معاكي، لازم تاخدي مرة او 2 او 3 كمان علشان القوام بتاعها يظبط معاكي وسمكها وطريقة تعامل مع العجينة. هنا زي ما انت شايفين اهو، اول ما بتشمع بتبدأ بقى تسيب الطاسة، فبشيلها خالص
وبحطها مع التانيين. هنا هو القوام بتاعها جميل جدا، وما هوش فيه اي كتل او اي كلاكيع. الصراحة بجد انا كنت بجربها، والفتحات زي ما انتوا شايفين صغيرة، بجد قوامها كان تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. هي رمت معايا اكتر من ما بين قولي في حدود نص كيلو ممكن، معرفش، ما وزنتهمش زيادة او اقل. ويا حبيبة قلبي لو كنتي معايا بقى لحد دلوقتي في الفيديو، احب اقولك اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ودون ضمن الغطيان اللي انا جربت فيها قبل كده، انا جربت في كذا واحد لحد ما وصلت النتيجة اللي انتوا شايفينها دي، مش من اول مرة. انتي اول بقى مش مش من اول مرة هتبقى جاية معاكي كده، وجايز تيجي معاكي من اول مرة. انا بديك النصيحة اللي انا تعبت فيها عشان اوديها لك مظبوطة. انا زي ما انتم شايفين كنافة هي ان شاء قوامها مناسب وسمكها رفيع جدا، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين بجد رمت معايا كمية حلوة، هي دي الكمية، انا ما كنتش ضعفت الكمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.